القرآن الكريم في نبي قصته اتذكرت أكتر من أي نبي تاني. قصته مليانة أحداث عجيبة ومحطات فارقة، من طفل رضيع مرمي في سلة في النيل، لأمير عايش في قصر عدوه، وبعدين لنبي بيكلم ربنا وبيواجه أقوى حاكم في زمانه. النهاردة هنتكلم عن قصة سيدنا موسى عليه السلام، واحد من أولي العزم من الرسل، ودول بنعتبرهم أعظم الرسل وأكثرهم صبراً وتحملاً في سبيل دعوتهم. الغريب بقى إن عشان نفهم قصة سيدنا موسى لازم نبدأ من عند عدو اللدود فرعون. كل حاجة بدأت بسبب حلم، مجرد حلم شافه فرعون في نومه، لكنه قلب كيانه وزرع في قلبه خوف ورعب لدرجة خلته ياخد قرارات وحشية غيرت مجرى التاريخ كله. طيب إيه هو الحلم ده؟ فرعون شاف في منامه كأن في نار ضخمة جاية من ناحية بيت المقدس، والنار دي فضلت تكبر لحد ما حرقت كل بيوت المصريين. لكن الغريب إنها ما جاتش ناحية بني إسرائيل أبداً، وعدت من فوق بيوتهم. ولما صحي ممزوع جمع الكهنة بتوعه واللي فسروا له الحلم وقالوا إن في طفل هيتولد من بني إسرائيل وهيكون هو سبب هلاك ملكه ومصر على إيده. وهنا بقى فرعون خد قراره القاسي جدا، أمر جنوده يلفوا على بيوت بني إسرائيل ويقتلوا أي طفل ولد يتولد ويسيبوا البنات عايشين. كان فكر إنه بكده هيقدر يمنع النبوءة دي إنها تتحقق. في الجو المرعب ده والقتل في كل مكان اتولد سيدنا موسى. تخيلوا الموقف، خايفة على ابنها الرضيع من الموت، فربنا أوحى لها وحي إلهام يطمنها، قال لها ترضعه عادي، ولما الخوف يزيد والجنود يقربوا تحطه في صندوق وترميه في النيل. واداها وعدين يطمنوا أي قلب، الأول إن ردوه إليك يعني هيرجع لك، والتاني وجعلوه من المرسلين. ده كان اختبار إيمان وثقة مطلقة في وعد ربنا لدرجة تكاد تكون مستحيلة. السلة اللي فيها الطفل موسى فضلت ماشية في النيل، وفي مفارقة عجيبة من القدر انتهى بيها المطاف عند مين؟ عند قصر عدو اللدود فرعون. هناك آسيا زوجة فرعون هي اللي شافته، ومن أول لحظة قلبها اتعلق بيه. ولما فرعون شافه وأمر بقتله كالعادة اترجته وقالت له يمكن ينفعنا أو ناخده ابن لينا. وفعلا سموه موسى عشان لقوه في المية. والمفارقة هنا مش بس إنه اتربى في بيت عدوه، لأ، دي المفارقة الأكبر إنه أمه هي اللي رجعت ترضعه بنفسها. أخته كانت بتراقبه، ولما شافتهم بيدوروا على مرضعة اقترحت عليهم أم موسى من غير ما حد يعرف إنها أمه الحقيقية. وبكده اتحقق أول وعد من ربنا. مرت السنين وموسى كبر وبقى شاب قوي في قصر فرعون. في يوم وهو ماشي في المدينة شاف راجل مصري بيتخانق مع واحد من بني إسرائيل. الإسرائيلي استنجد بيه، فموسى تدخل عشان يدافع عنه وضرب المصري وجزة واحدة بس، لكن الضربة دي كانت قاضية ومات المصري في ساعتها. تاني يوم اتعرف إن موسى هو القاتل، فاضطر يهرب من مصر فوراً عشان ينقذ حياته. ومن هنا بتبدأ رحلة تانية خالص، رحلة هروب طويلة وصعبة. سيدنا موسى مشي على رجليه مسافة كبيرة جدا وهو خايف ومطارد لحد ما وصل لأرض اسمها مدين، وهناك لقى ناس ليهم صلة قرابة بعيدة بقومه، وبدأ فصل جديد تماما في حياته بعيد عن القصور والسياسة. أول ما وصل مدين وهو مرهق من السفر شايف بنتين واقفين على جنب مش عارفين يسقوا غنمهم وسط زحمة الرعاة. بشهامة غريبة على واحد هربان ومطارد راح وساعدهم وسألهم الغنم. ولما رجعوا لأبوهم وهو كان رجل كبير صالح وحكوله، طلب منهم يدعوه لبيته عشان يشكره. ومن الدعوة دي اتولد اتفاق غير حياته كلها، إنه يشتغل عنده ويستقر، وبكده بنى لنفسه أسرة وحياة جديدة في المنفى. يعني لو جينا نبص على الخط الزمني ده هنلاقي تحولات رهيبة، من أمير في قصر فرعون بقى قاتل هربان، وبعدين راعي غنم وزوج في مديان، قضى 10 سنين كاملة بيشتغل وبيرعى الغنم، اتحول فيهم من شاب مطارد لراجل مسؤول عنده أسرة. وبعد ما أتم المدة قرر ياخد أهله ويرجع مصر. وهو راجع مصر مع أهله تاهوا في ليلة برد وضلمة في الصحراء، وفجأة من بعيد شاف نار عند جبل اسمه جبل الطور، فقال لأهله استنوني هنا، هروح أجيب لكم قبس من النار دي ندفى بيه، أو يمكن نلاقي حد هناك يدلنا على الطريق. لكن اللي كان مستنيه هناك كان أعظم بكتير من أي نار. عند الشجرة المشتعلة دي سمع صوت بيناديه باسمه. ده ما كانش أي صوت، ده كان نداء مباشر من ربنا بيختاروا فيه عشان يكون نبي ورسول. دي كانت لحظة التكليف الإلهي، اللحظة اللي غيرت مسار حياة سيدنا موسى ومسار التاريخ للأبد. طيب إيه كانت المهمة؟ المهمة كانت صعبة جدا، إنه يرجع لنفس الراجل اللي هرب منه فرعون ويواجهه ويطلب منه يحرر بني إسرائيل.
طبيعي إن سيدنا موسى كان خايف وقال لربنا إنه قتل واحد منهم وخايف يقتلوه، فطلب من ربنا إن أخوه هارون اللي كان بيتكلم أحسن منه يكون معاه عشان يساعده ويسنده، وربنا استجاب له ووعده بالحماية. ودلوقتي بدأت المواجهة الكبرى، معركة بين الإرادة الإلهية اللي بيمثلها موسى وأخوه وبين السلطة الأرضية والغرور اللي بيمثله فرعون. معركة مش بالسلاح والجيوش، لكن بالمعجزات الربانية ضد السحر والأوهام. وده سؤال مهم فعلا، إزاي موسى اللي كان هربان من كام سنة وخايف بقى عنده الشجاعة دي إنه يرجع ويقف قدام فرعون في عز كبروته؟ الإجابة كانت في الإيمان والقوة اللي ربنا أداها له وفي المعجزات اللي كانت معاه. المواجهة وصلت لذروتها في يوم الزينة، يوم عيد كبير عند المصريين. فرعون جمع الناس كلها عشان يتفرجوا على السحرة بتوعه وهم بيقضوا على موسى. السحرة رموا حبالهم وعصيانهم وسحروا عيون الناس وخيلوا لهم إنها تعابين بتجري. لكن لما موسى رمى عصايته، المعجزة الإلهية أظهرت الفرق بين الحق والباطل، بين الحقيقة والوهم. واللي حصل بعد كده كان صدمة ما كانش فرعون عامل حسابها أبداً. السحرة اللي هم أهل الصنعة والخبراء في المجال ده أول ما شافوا معجزة موسى عرفوا فوراً إن ده مش سحر وإن دي قوة إلهية حقيقية، وفي نفس اللحظة من غير تردد سجدوا على الأرض وأعلنوا إيمانهم برب موسى وهارون قدام كل الناس، وده جنن فرعون تماماً. بالرغم من الهزيمة الساحقة دي قدام كل الناس، كبرياء فرعون منعه من الاعتراف بالحق واستمر الصراع. لكن خلاص الفصل الأخير من المواجهة في مصر كان على وشك يبدأ. لحظة تحرير بني إسرائيل من قرون العبودية الطويلة كانت أقرب من أي وقت فات. بأمر من ربنا خرج موسى بقومه بالليل من مصر، لكن فرعون وجيشه عرفوا ولحقوهم. المشهد كان مرعب، بنو إسرائيل وصلوا لشاطئ البحر الأحمر والبحر قدامهم وجيش فرعون وراهم، يعني مفيش مفر. صرخوا وقالوا إن لمدركون، خلاص اتمسكنا. لكن في لحظة اليأس دي ربنا أمر موسى يضرب البحر بعصايته، وبمعجزة هز الكون انشق البحر نصين وظهر طريق يابس في وسطه. عبر بنو إسرائيل بأمان، ولما فرعون وجيشه دخل وراهم بغرورهم انطبق البحر عليهم تاني وغرقوا كلهم في نفس المية اللي كانت طريق نجاة للمؤمنين. ممكن حد يفتكر إن القصة خلصت هنا، إن الحرية كانت هي النهاية السعيدة، لكن الحقيقة إن دي كانت بس بداية رحلة جديدة، رحلة مليانة تحديات واختبارات أصعب بكتير لبني إسرائيل وهم أحرار. بعد الخروج بني إسرائيل قضوا 40 سنة تايهين في الصحراء كعقاب ليهم على عصيانهم. في الفترة دي سيدنا موسى استلم الألواح اللي فيها الشريعة على جبل الطور، لكن قومه في غيابه عبدوا العجل الذهبي. وحصلت قصص تانية مهمة زي لقائه بالخضر اللي اتعلم منه كتير، وفي النهاية ربنا أمرهم يدخلوا الأرض المقدسة. في الآخر قصة سيدنا موسى مش مجرد حكاية من الماضي بنسلي بيها وقتنا، دي قصة عن الإيمان المطلق في وقت اليأس التام، وعن القيادة اللي بتتحمل مسؤولية شعبها، وعن الشجاعة في الوقوف قدام الظلم حتى لو كان الظالم ده هو أقوى سلطة في العالم. سؤال مهم، إيه اللي ممكن نتعلمه من قصة زي دي النهاردة؟